اهلا بيك في الفيديو الثاني من سلسله مبادئ التمرين. اول فيديو في السلسله دي كان العدات وزياده كتله العضلات او العدات المناسبه لزياده كتله العضلات، هتلاقيه بقى في الاي هنا او هنا على حسب يعني المكان. اما الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن اوقات الراحه وعلاقته بزياده كتله العضلات. مبدئيا احنا قلنا قبل كده ان مبادئ او اساسيات التمرين دي عباره عن متغيرات لو انت قدرت تعدلها وتشكلها على حسب الهدف اللي انت عايزه هتقدر في الاخر توصل للهدف ده. وقت الراحه هو اكتر متغير انت ممكن تعيد تشكيله حسب حاجات كتير جدا هنلاقيها او هنقول عليها في الفيديو بتاع النهارده. خلينا نخش في الموضوع ونبتدي باول دراسه اللي اتعملت سنه 2016 اللي قسمت او اللي عملت مقارنه بين نوعين من اوقات الراحه بين المجموعات. مجموعه واشخاص هيريحوا 3 دقائق بين كل مجموعه ومجموعه، ومجموعه ثانيه او ناس ثانيه هتريح دقيقه بس، يعني هيلعبوا مجموعه بعد كده يريحوا دقيقه بعد كده يلعبوا مجموعه ثانيه. وخدوا قياسات كتير جدا زي سمك العضلات وقوه العضلات والقدره على التحمل. الدراسه دي تقريبا استمرت 8 اسابيع، وبعد مده الدراسه كان اي تفضيل في زياده كتله العضلات او القدره على التحمل او القوه كان لصالح المجموعه اللي ريحت 3 دقائق بين كل مجموعه ومجموعه. ولما جم يشرحوا او جم يقولوا السبب في ده قالوا ان انت ممكن حجم التدريبي بتاعك مع وقت الراحه الاطول يكون اعلى، بمعنى ان انت لما تيجي تخش المجموعه الجايه بعد ما تريح 3 دقائق ممكن تلعب عدات اكتر، ممكن تشيل وزن اتقل او على الاقل ما تقلش عن الوزن اللي انت لعبت بيه. لكن لما جم يقولوا القرار النهائي قالوا ان احنا ممكن نفسر نتيجه الدراسه دي بحذر، يعني ما نعممش النتيجه دي. فبالتالي ما كانش ينفع ان احنا نبص على دراسه واحده زي دي ونبتدي ان احنا نطلع منها زي مقترحات او نبتدي نطبق عليها البرنامج التدريبي بتاعنا، عشان نيجي في السنه اللي بعدها في سنه 2017 نلاقي دراسه عملت مجمع للدراسات. من اول دراسه اتكلمت عن فكره الراحه لحد اخر دراسه لحد وقت عمل الدراسه دي اللي هي سنه 2017. هي من الاخر كان فيها دراسات كتير، لكن هي خدت الملخص او خدت المقترحات اللي متقدم في 6 دراسات بس، لان دول كانوا اقوى 6 دراسات اتكلموا عن الموضوع ده، عن علاقه اوقات الراحه بزياده كتله العضلات. لكن من المعروف ان مفيش اي دراسه بتتفق مع دراسه تانية، او غالبا يعني معظم الدراسات بتقترح اقتراح مختلف عن الدراسه الثانيه، وده بيبقى قايم على كذا معيار، لان في دراسه ممكن تبقى مستخدمه معيار قامت عليه النتيجه بتاعتها عن المعيار اللي استخدمته الدراسه الثانيه. يعني مثلا في دراسات استخدمت ناس عندها خبره في التمرين، في دراسات استخدمت ناس ما عندهاش خبره في التمرين، فالموضوع هنا ممكن يختلف. وفي دراسات استخدمت ستات بس بان هم يكونوا المشاركين في الدراسه دي ويقيموا عليهم النتيجه بتاعتها، وفي دراسات استخدمت رجاله بس. وبالتالي الدراسه اللي استخدمت الستات دي غالبا استخدمت اوقات راحه اقل، لان هم هيستشفوا اسرع بين المجموعات عن الدراسه اللي استخدمت رجاله بس. فبالتالي الموضوع هنا كان لازم يكون في معيار واحد نبني عليه فكره وقت الراحه بين المجموعات، والمعيار ده قالته الدراسه اللي اتعملت سنه 2017 نفسها، وهو قايم على معيارين: معيار شده التمرين اللي انت بتتمرن بيه، ونوع التمرين نفسه. مبدئيا دراسه 2017 قالت ان اي وقت راحه اكتر من دقيقه هو افضل وقت راحه لبين المجموعات لزياده كتله العضلات، وده راجع لنفس السبب اللي قلناه قبل كده، هو ان كل ما وقت الراحه بتاعك يكون اطول كل ما حجم التدريب بتاعك بيكون اعلى، سواء من حيث الوزن او من حيث العدات اللي انت هتلعبها. وبالتالي قالت ان انت لازم تخلي بالك من الحاجتين اللي احنا لسه قايلينهم، هو شده التمرين ونوع التمرين. قالت ان انت لما يكون شده التمرين اللي انت بتتمرنه الشده بتاعتك عاليه جدا، او فيما معناه انت قربت بشكل كبير للفشل العضلي او حتى وصلت للفشل العضلي، هنا الاستفاده بتاعتك ممكن تكون اكتر لو ريحت بين المجموعه دي عقبال ما تخش المجموعه اللي بعدها. وعلى العكس لو انت شده التمرين بتاعتك مش اعلى حاجه ممكن تستفيد من فتره الراحه الاقل. وتاني حاجه اتكلمت عنها هي نوع التمرين. قالت ان انت لو بتتمرن تمرين بيشغل اكتر من مفصل زي السكوات زي الباربل بنش بريس او ايا كان، فالتمرين نفسه هو مرهق بشكل كبير، وهتحتاج وقت اطول بين كل مجموعه ومجموعه عشان تقدر تستشفى وتخش المجموعه اللي بعدها بنفس الجهد. وبالتالي نوع التمرين بيأثر على وقت الراحه اللي انت بتريحه بين المجموعات. زي تمارين المركبه اللي احنا لسه قايلين عليها ممكن تريح وقت راحه اطول من تمارين العزل، مثلا زي البايسبس كيرل ممكن تريح فيها بين كل مجموعه ومجموعه بوقت اقل. بس لازم تكون عارف ان كل وقت راحه هو له عيوب وليه مميزات. يعني مثلا وقت الراحه الاقل هو يخلي استشفائك بين كل مجموعه ومجموعه مش احسن حاجه، اوزانك وعداتك ممكن تقل، وبالتالي ده ممكن ياثر على حجم التدريبي بتاعك، في حين ان المميزات بتاعته ان انت ممكن تخلص التمرين بتاعك بشكل اسرع. اما وقت الراحه الاطول هو هتخلي حجم تدريبك اعلى، بان انت هتخش كل مجموعه هتحقق اللي انت عايزه منها بسبب ان انت هتستشفى كويس بين كل مجموعه ومجموعه، لكن هتخلي وقت التمرين بتاعك مدته طويله جدا. ممكن ده اثر عليك بالعكس نفسيا، ان انت حاسس بالزهق وما عندكش طاقه اصلا ان انت تكمل التمرين من كتر فتره الراحه اللي انت بتريحها بين كل مجموعه ومجموعه. وبالتالي الدراسه دي جمعت بين اوقات الراحه المختلفه. قالت ان انت ممكن تستخدم اوقات الراحه القليله واوقات الراحه الاطول في ان انت تصمم البرنامج التدريبي بتاعك بناء على الحاجتين اللي احنا قايلينهم دول، سواء الشده او نوع التمرين اللي انت بتتمرن. لكن لو هنتكلم كارقام، الدراسه قالت ان اي وقت اكتر من دقيقه ده هيكون افضل وقت ان انت تريحه بين كل مجموعه ومجموعه عشان تقدر تزيد كتله عضلات. وبالتالي الدراسه استخدمت او الدراسه فتحت اوقات كتير انت ممكن
بتستخدمها لزياده كتله العضلات. الغالب او اللي بيتطبق بشكل ما، هو طبعا مفيش حاجه ثابته، لكن في تمارين العزل او التمارين اللي بتشغل مفصل واحد مثلا زي تمرين البايسبس كيرل بالكابل مثلا او بالدمبل او ايا كان، ممكن اوقات الراحه بتاعتك تكون بين دقيقه او بين دقيقتين. وتمرين مثلا زي تمرين السكوات او تمرين البنش بريس او ايا كان، ممكن اوقات الراحه بتاعتك تكون اعلى كده، ممكن من اول مثلا 3 دقائق لحد 5 دقائق. طيب نحدد ازاي؟ يعني امتى اختار دقيقه، امتى اختار دقيقتين، امتى اختار ما بين دقيقه وما بين دقيقتين؟ اللي انا شايفه ان ده حاجه شخصيه او حاجه انت هتحسها. خليك عارف ان الهدف من وقت الراحه بين كل مجموعه ومجموعه هو ان انا اخش المجموعه اللي بعدها باحسن اداء، يعني اكون استشفيت من المجموعه اللي قبلها كويس وجاهز نفسيا وجسديا ان انا اخش المجموعه الثانيه واجيب او احقق اللي انا عايزه منها. يعني مثلا في تمرين زي البايسبس كيرل ايا كان بقى، دمبل، بار، كابل او ايا كان، لعبت اول مجموعه جبت بيها العدات والوزن اللي انت عايز تلعب بيهم، بعد كده ريحت دقيقه، بعد الدقيقه حسيت ان انت قادر تخش المجموعه الجايه وتأدي فيها زي ما اديت في المجموعه اللي قبلها، مفيش مشكله، ريح عند الدقيقه وخش المجموعه اللي بعدها. فدخلت المجموعه اللي بعدها وبرضه حققت نفس الاداء بنفس الشده بنفس الوزن بكل حاجه، بس جيت تخش المجموعه الثالثه بعد دقيقه قلت لا، انا حاسس ان انا لو دخلت بعد دقيقه مش هقدر ادي بنفس الاداء اللي انا اديت بيه في المجموعتين اللي فاتوا، فبالتالي ممكن تخلي وقت الراحه ده اطول، مثلا دقيقه ونص او دقيقتين وهكذا. وبالتالي نطاق الراحه ده كان مناسب لتمرين زي تمرين البايسبس كيرل او اي تمرين عزل عموما. منطقيا لو انت جيت حسبت فكره الدقيقه والدقيقتين دول وطبقتهم على تمرين بيشغل اكتر من مفصل زي تمرين البار بالبنش بريس، فهتلاقيها مش راكبه قوي او مش صح حاجه. بمعنى ان انت لو دخلت اول مجموعه في البار بالبنش بريس مثلا ب 100 كيلو، زي ما قلنا تمارين زي دي تقدر تشيل فيها اوزان تقيله عادي مفيش مشكله، وجبت مثلا بال 100 كيلو 5 عدات، هل لو ريحت دقيقه هتقدر تخش المجموعه الثانيه تجيب بنفس ال 100 كيلو 5 عدات؟ غالبا هتجيب عدتين ونص، حاجه زي كده. فالفكره هتكون في كده ان كل ما التمرين يكون بيشغل اكتر من مفصل وكل ما التمرين بيكون صعب، ممكن اوقات الراحه بتاعته تكون اطول. يعني تمرين زي البار بالبنش بريس كان ممكن تريح 3 دقائق بين اول مجموعه وثاني مجموعه، ممكن تريح 4 دقائق بين ثاني مجموعه وثالث مجموعه، ممكن اكتر كمان لو عدد المجموعات بتاعك زاد. وبالتالي زي ما قلنا فكره وقت الراحه نفسه بيختلف بين نوع التمرين وشده التمرين اللي انت بتتمرنه، ودي بتكون في الاول وفي الاخر حاجه انت المفروض حاسسها وحاسس ان انت هتطبقها بشكل ما، ان انت هتخش المجموعه الجايه تأدي بنفس الاداء بنفس الوزن بنفس الشده، ما عندكش اي مشاكل. بس حاول معظم تمارينك تتقسم التقسيمه دي، بان تمارين العزل مثلا تكون من دقيقه وانت طالع لدقيقتين او حتى 3، والتمارين المركبه تكون اقل حاجه دقيقتين او 3 دقائق وانت طالع بقى ل3 او 4 او 5 دقائق. زي ما قلنا ده هيكون على حسب تقديرك انت للمجموعه اللي جايه او تقديرك لطاقتك ومجهودك نفسه اللي انت هتبذله في المجموعه اللي بعدها. وبكده هنكون غطينا الاساس ده او المبدا ده من مبادئ التمرين عموما. دي تعتبر تاني حلقه في السلسله اللي احنا هنعملها. اللي ما يعرفش في السلسله دي المفروض اللي يفهمها يقدر يطبق لنفسه او يعمل لنفسه برنامج تدريبي قايم على اساس علم. وللاسف لما انا جيت افكر اعملها ازاي ما فكرتش في حته الترتيب دي خالص، لكن لما السلسله دي تخلص ونخلص شرح خالص في كل مبادئ او اساسيات التمرين هنبتدي ان احنا نرتبهم تاني بشكل ان انت تتفرج عليه تفهم كل حاجه في مكانها او كل حاجه في وقتها. وبس دي كانت كل حاجه. لو استفدت اي حاجه من الفيديو اعمل لايك شير سبسكرايب، مصادر تحت في الديسكريبشن، حتى اشعار اخر. سلام. انا تعبت بقى، تعالى عشان سكت لك من الصبح.